كل حاجة بدأت سنة 2010 في بيت صغير مبني في أطراف بني سويف. بيت بسيط مكون من دورين، ساكن فيه الحاج ياسين ومراته وأولاده الأربعة، وهم مصطفى الكبير وشيماء وسعيد وآية اللي كانت أصغرهم. عندها وقتها 7 سنين، وكانت أكتر واحدة هادية فيهم، دايما ساكتة وبتحب ترسم. وكانت دايما بتحب تقعد في أوضتها لوحدها، وكانت بتحب أوضتها بشكل غريب جدا، كأنها مصاحبة المكان مش مجرد طفلة. في الأول كانت كل حاجة عادية، وخبط في السقف، صوت حاجات بتقع، بيقولوا يمكن شقة فوقنا أو طقطقة خشب من البرد. بس لما آية بدأت تقوم من نومها وتقول إنها شافت حد واقف في الركن، كانت الأمور بتاخد شكل مختلف. آية قالت في يوم لأمها إن في ست شعرها مبلول واقفة في الركن كل ليلة، وما بتتكلمش بس بتبصلها. ومع الأيام بدأت آية تحكي إن الست بدأت تقرب وتقعد جنبها وتمسك إيدها وتضحك. الأم خافت وقالت أكيد عندها اضطراب أو بتتخيل، لحد ما شيماء أخدت آية يوم عشان تنام معاها. وفي نص الليل شيماء صحت على آية وهي واقفة عند الدولاب وبتبص جواه وبتكلم حد. كانت بتقول ما ينفعش دلوقتي، أنا وعدتك تستني شوية بس. شيماء ندهت عليها وآية مردتش، فضلت واقفة. ولما قربت منها آية قالت لها بصوت مش صوتها ما تقربيش، دي مش ليكي. تاني يوم شيماء ما قدرتش تتكلم وقالت لأمها إن أختها مش طبيعية. بدأت الحاجات تزيد، والتلاجات بتفصل والكهرباء بتقطع لما آية تزعل، هدوم تتحرق. وفي الدولاب أوضة آية بقت ريحتها تراب، تراب قديم جدا وكأنها مخزن مهجور. وكل شيخ يجي البيت يقرأ آيات، تقوم آية تصرخ وتقول كلام مش مفهوم. وشيخ فيهم قال البت دي مش لوحدها، وفي كيان ساكن فيها، كيان قديم أقدم من البيت، أقدم من العيلة دي كلها. مصطفى كان وقتها في الجامعة ورجع من السفر بعد ما سمع إن آية حالتها بتسوء. دخل أوضتها ولقاها بتبصله من السرير، وسألها مالك يا آية؟ ردت عليه وقالت مش أنا، هي اللي عايزاك، بتقولك فاكر لما وقعت في البير؟ مصطفى كان وشه اتقلب وقال أنا ما قلتش لحد عن البير، البير اللي كان هو وصاحبه زمان بيستكشفوا في الأرض قبل ما يتبني البيت، وحفروا ولقوا بير، غطوه ومشيوا. ومن ساعتها محدش فضحه، بس آية كانت عارفة. وسعيد الصغير بدأ يتكلم مع نفسه ويقول إن كل ما يدخل أوضة آية بيحس إنه بيرجع طفل صغير، وإن في صوت بيقول له نام هنا، وبيقعد قدام أوضتها بالساعات كأنه منوم. الأم بقت ما بتخرجش، وكل ما تفتح باب الأوضة تلاقي رسومات على الحيط وعيون كتير وجسم إنسان براس تيس. وصورة واحدة فيهم كانت فيها شيماء نايمة وجنبها الست اللي شعرها مبلول بس من غير أي ملامح. الجد جه من البلد وقال لهم أنا هقعد يومين وهمشي، وأول ليلة نام فيها قام يصرخ وقال لهم أنا شفتها، بنتكم دي فيها عفريت وماهوش مسلم وملهوش دين، ده ساكن تحت البيت من زمان، وده مش جن، ده لعنة. تاني يوم الجد اختفى ومشي ومرجعش، والبيت بدأ يسخن والحيطان بتتنفس، وآية بقت بتقوم من نومها وفي ايدها تراب وريحتها بقت شبه الطين، شبه الطين الراقد كمان. شعرها بدأ يتساقط لكن مش على الأرض، ده بيختفي. وفي يوم مصطفى دخل أوضتها لقاها نايمة عادي، لكنه سمع صوت غريب، صوت بيقول هي خلاص مش هتعرفوا ترجعوا، هي بتاعتي. مصطفى دخل يقرأ قرآن والباب لوحده قفل، وقعد ساعة يصرخ. ولما خرج كان باصص للسقف وعينيه مفتوحة لكنه ما بينطقش، ومرجعش يتكلم تاني. شيماء بدأت تفقد عقلها، ومرة دخلت الحمام وصرخت وقالت إنها شافت آية واقفة جوه المراية بس مقلوبة شعرها ونازل لفوق وعينيها بيضة بالكامل. والأم كانت كل يوم تحس إن البيت بيقرب والأرض بتنكمش والسقف بينزل والهوا نفسه بقى تقيل.
في آخر أسبوع قبل الكارثة، آية فضلت 3 أيام ما بتاكلش وما بتتحركش، وقاعدة في الركن وبتهمهم بكلام ملهوش معنى. ولما جابوا دكتور قال لها إن دي حالتها النفسية منهارة، لكن لما قرب منها مسكته من إيده وقالت له أنت كمان هتمشي زيهم. الدكتور وقع في الأرض وفضل يتخبط في الحيطة ويصرخ وبيقول هي جوه البنت دي، هي مدفونة بس بتتنفس. وفي يوم الخميس الكهرباء قطعت عن البيت كله، وصوت خبط جه من جوه أوضة آية. لقوا الباب مفتوح وآية مش موجودة، بس في دايرة مرسومة على الأرض جواها طين ودم، وجنبها ورقة مكتوب فيها أنا خدت حقي والباقي عليكم. شيماء اختفت بعدها بيومين، ولقوا هدومها مرمية في البلكونة. وسعيد اتنقل مصحة نفسية بعد ما قلع هدومه في الشارع، وفضل يقول أنا كنت بلعب مع